دي صورة الله يرحمها الحاجة غوايش من محافظة قنا من مركز الوقف. الست دي ست غلبانة عاشت متسولة، ولما ماتت الجيران تعاطفوا معاها ولموا لها فلوس الكفن عشان يدفنوها ويسطروها. بس المفاجأة هما بيفتحوا بيتها لقوا معاها أموال ضخمة، أموال وصلت ل1,000,000 جنيه. طبعا قرايبها اتجمعوا بقى، وفي الحالة دي القرايب بيكتروا وراحوا اتجمعوا ولموا التركة عشان يقسموها. الكلام ده يا جماعة جد مش كلام هزار، وانا لو ما شفتش الفيديو ده انا ما كنتش هصدق. تعالوا نشوف كده بيقولوا ايه هما بيقسموا. انت هتاخد 10,000 اللي كانوا حالين غير ناقص انت ليك التاني. تمام؟ عشان تجيبها هتبقى تدوك بنتك مخير الشيء الغريب ان الست الغلبانة دي صحيح متسولة واحنا بنرفض التسول، لكن رغم كم الفلوس اللي هي جمعتها الا انها فضلت عايشة بنفس المستوى، انها يعني مش مستمتعة بالحياة تماما. يبدو ان الناس دي متعتها في انها تتسول، مش انها تعمل حاجة بالفلوس، لانها ما استمتعتش اصلا بالفلوس دي. هي سابتها طبعا لناس، يعني الناس ده بيقسموا الورثة اهو زي ما انتم شايفين. وده يا جماعة لازم نفكر ان احنا ندي المستحقين. ناس كتير لما بنتكلم عن المتسولين بيقول لك حرام عليك، انت مش عارف رزق مين. ما هو انت لما بتدي الواحد مش محتاج انت بتمنع. انت لو معاك مبلغ اديته الواحد خلاص انت طلعت الصدقة بتاعتك. فلازم انت تتحرى وتدي لحد محتاج، لان حتى لو انت شايف ان هي غلبانة، هي خدت فوق طاقتها وفلوس وحوشتها وسابتها لناس انت مش ضامن ان هم يكونوا محتاجين. فلازم نتحرى الصدقة. الله يبارك لك يا عبد الله، الله يبارك لك. وده بالك واسع يا حاج. لا لا مو بالك واسع يا اخي. والله يشك البيت. ها؟ والله يشك البيت. كل يوم كل عندك شويه كل عيد. اهي لمة الفكة اللي في البلد عامله لنا ازمه. لو عرف عندك الفلوس كان جه لك الفكة كلها عند غوايش. تفضل قسم يا عم قسم واورث يا عم، اورث يا باشا كده وروق. لما تجي بنتي عم شوقي الصح لما تجي بنتي يا ابو الصح لما تجي بنتي احسن يا ابوي انا بخليها دي سنها كبير، خليها معاك انت حتى في الشرع دي طالما عندك سنها عدى يعني غير رشيد يعني. ايوه لما تجي بنتي احسن. فلوسك في الحفظ والصوت ده لها تلت تصريف. وبعد ما شفتوا الفيديو ده انا راضي ضميركم، هل المتسولين يستحقوا ولا ما يستحقوش؟ اعتقد الفيديو ده جاوب عن السؤال. لما تجي بنتي عم شوقي الصح لما تجي بنتي يا ابو الصح لما تجي بنتي احسن. يا ابوي انا بخليها دي سنها كبير، خليها معاك انت حتى في الشرع دي طالما عندك سنها عدى يعني غير رشيد يعني. ايوه لما تجي بنتي احسن. فلوسك في الحفظ والصوت ده لها تلت تصريف. نتعرفوا مع بعض. لما نتعرف مع بعض نكتشف حاجات قدامنا. قاعد الثلج. من الدرجة يا ابو عبد الله، من الدرجة